مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، ولكن قبل النشر إليكم هذا الإعلان. سيجري فخامة الرئيس سياسة أفورقي يوم غد الأربعاء 23 من يوليو عند الساعة 8 مساء الجزء الثاني والأخير من لقائه مع وسائل الإعلام الإريترية، مركزا على الشؤون الداخلية. نتمنى لكم متابعة طيبة وشيقة. بالعودة إلى نشرة الأخبار، إليكم أهم وأبرز العناوين. المحمية الوطنية تسجل نمواً ملحوظاً في إثراء الأشجار والحياة البرية. اجتماعات تقييمية للمسيرة التعليمية في مديريتي مايمني ومندفرة. حملة الطلاب الصيفية تنجز بشكل ناجح في إقليم القاشبركة. قادة 5 دول يجتمعون في تشيلي لتجديد مفهوم تعدد الأقطاب. عشرات القتلى إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في بنغلاديش. كوريا الشمالية تعتزم بناء مدمرة ثالثة بحلول أكتوبر 2026. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. صرح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية النقيب سلمون هيلي بأن المحميات الوطنية الشمالية والجنوبية في حالة جيدة بإقليم شمال البحر الأحمر بفضل التدابير المتضافرة المتخذة للحفاظ على الأشجار وإثراء الحياة البرية. وأوضح النقيب سلمون أن المحمية الوطنية في حالة أفضل بفضل برامج التشجير التي ينفذها المواطنون وأفراد قوات الدفاع وجهود الرقابة المكثفة التي يبذلها حراس الغابات لمنع قطع الأشجار، حيث يجرى تخصيص وحدات وقوى عاملة إضافية في ضواحي مديرية قندع والمنحدرات الشرقية ومديرية فرو التي تظهر فيها ممارسات قطع الأشجار من حين إلى آخر. وذكر أن التقرير أشار إلى ضبط 400 كنتال من الفحم ونحو 150 كنتالا من الخشب خلال الأشهر الستة الماضية، وضبط عمليات تفحيم في شهري مايو ويونيو، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة حريق برية في مديريتي قندع وفرو تراوحت مساحاتها ما بين 4 وحتى 10 هكتارات. وقال النقيب سلمون أنه تم إعداد كميات كافية من الشتول في مشتلي قندع ونقفة لغرسها خلال فصل الصيف. وبحسب سلطة الغابات والحياة البرية هنالك 107 ألف هكتار من المحميات الوطنية في المناطق الشمالية والجنوبية لمديرية قندع. تمت الدعوة في الاجتماعات التقييمية التي جرت بمديريتي مندفرة ومايمني في الإقليم الجنوبي إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية إلى جانب الاستثمار الجاري في تهيئة البنية التحتية والمستلزمات التعليمية. وفي التقرير الذي قدمته مسؤولة التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلالي أرآيا، أوضحت أن نسبة النجاح في جميع المستويات التعليمية بالمديرية ارتفعت إلى 87% مقارنة بالأعوام الماضية، مذكرة المعلمين ومدراء المدارس والمشرفين ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بالتعليم، مؤشدة بالمبادرات المجتمعية لسد النواقص وتحسين معيشة المعلمين. وفي نشاط مماثل بمديرية مايمني، أوضح المسؤول المؤقت لفرع التعليم في المديرية الأستاذ بهتا واللاي في التقرير الذي قدمه بأن نسبة المشاركة في العملية التعليمية ارتفعت في المديرية بنسبة 4% في جميع المستويات الدراسية، مؤكدا بأن نسبة النجاح بلغت 86%، وأن على جميع المدارس العمل على معالجة الضعف الأكاديمي لطلاب المراحل الابتدائية عند انتقالهم إلى المرحلة المتوسطة. من جانبه أكد مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزق كيداني بأن الطلاب المميزين هم نتاج الاستثمار والمتابعة، مطالبا المعلمين بتحمل مسؤولياتهم وأولياء الأمور بمتابعة وتشجيع أبنائهم. هذا وتوجد في مديرية مندفرة 35 مؤسسة تعليمية، بينما توجد في مديرية مايمني 28 مؤسسة تعليمية. أفاد منسق برنامج الحملة التنموية الطلابية في إقليم القاشبركة الأستاذ هابتوم جابرييسوس بمشاركة 4400 طالب قدموا من 19 مدرسة ثانوية في البرنامج الذي بدأ في 7 من يوليو وسيستمر ل 36 يوما. وأوضح أن البرنامج وضع لغرس 220 ألف شتلة من الأشجار ومتابعة أكثر من 160 ألف من الأشجار المغروسة وإنشاء 319 ألف متر من القنوات الحوضية وأكثر من 6300 ألف متر من الحواجز، بالإضافة إلى صيانة 2900 متر مربع من الطرق الترابية. وأضاف المعلمين والخبراء الزراعيين المشرفين على العمل بدورهم بأن الطلاب ينجزون البرنامج بكل تفان وإخلاص، وأنهم يغرسون الشتول دون تأخير.
وأكد الطلاب المشاركون في الحملة بأن انخراطهم في البرنامج التنموي الصيفي يحفزهم على التطوع في الأمور التي تعود بالمنفعة على المجتمع والبيئة، معبرين عن فخرهم بالمشاركة في هذا العمل الوطني. نظم فرع الزراعة بإقليم شمال البحر الأحمر دورة في مجال تربية النحل للمزارعين النموذجيين بضاحية ميحبال في الفترة من 14 وحتى 18 من يوليو الجاري. وأوضح خبير تربية الحيوانات السيد حدراي فرزقي أن التدريب ركز على طريقة صنع الخلايا الخشبية وفوائدها بالتدريب النظري والتطبيق العملي، مؤكدا تقديم دورات مماثلة في جميع إدارات الضواحي التي تنشط في تربية النحل. من جانبهم أشاد المتدربون بالجهود المبذولة لتحسين معيشتهم من خلال إثراء إنتاج العسل. وذكر خبير تربية الماشية سيد يمان تكئ بأن هنالك 1060 خلية حديثة و144 خلية خشبية تم إعدادها مسبقا في مديرية قندع، موصيا المتدربين بضرورة توسيع معرفتهم وتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع ومشاركته مع المزارعين. هذا وقد نظم فرع الزراعة بإقليم شمال البحر الأحمر في وقت سابق تدريبا ل50 امرأة حول تربية الدواجن ومنتجاتها في الفترة من 8 وحتى 12 من يوليو بضاحية ميحبار وفقا لوكالة أنباء إيرينا. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. دعا رؤساء تشيلي وأوروغواي والبرازيل وكولومبيا ورئيس وزراء إسبانيا إلى تجديد مفهوم تعدد الأقطاب في قمة بالعاصمة التشيلية سانتياغو، عقدت بهدف التصدي للتضليل الإعلامي وأيديولوجيات اليمين المتطرف. وتعهد الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش والأوروغواني ياماندو أورسي والبرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بالاجتماع في إسبانيا العام المقبل لتشكيل جدار صد ضد التسلط والاستقطاب في العالم. وحصلت أحزاب اليمين المتطرف في كل من إيطاليا وفرنسا على المركز الأول في عدد المقاعد، في حين احتلت هذه الأحزاب المركز الثاني في ألمانيا وهولندا. قال مسؤولون أنه تم انتشال جثث 27 شخصا، بينهم 25 طفلا على الأقل، من بين أنقاض مباني محترقة بعد تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في بنغلاديش في مجمع تعليمي يضم كلية ومدرسة بالعاصمة داكا، ويتلقى 88 شخصا العلاج في المستشفى. وقد تحطمت الطائرة والتي هي من طراز F-7BGA بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة كورميتول الجوية في داكا خلال مهمة تدريبية روتينية. وأفاد الجيش بأن الطائرة تعرضت لعطل ميكانيكية وفقا لإفادات وكالة رويترز للأنباء. وأدى الحادث إلى إصابة 171 شخصا معظمهم من الطلاب، حيث تم إنقاذهم من مبنى المدرسة المكون من طابقين والمشتعل فيه النيران حسب إفادات المسؤولون. كما تم نقل المصابين أغلبهم ممن يعانون من حروق بواسطة طائرات مروحية وسيارات إسعاف إلى المستشفى. أفادت وسائل إعلام رسمية بأن كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة إضافية بوزن 5000 طن بحلول أكتوبر من العام المقبل، وذلك عقب إطلاق مدمرتين عسكريتين من هذا النوع في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن عمال حوض بناء السفن في مدينة نامبو الساحلية الغربية نظموا تجمعا متعهدين ببناء مدمرة جديدة أخرى بحلول 10 من أكتوبر 2026. ويصادف يوم 10 من أكتوبر في كوريا الشمالية ذكرى تأسيس حزب العمال الكوري الحاكم وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. وفي أبريل الماضي كشفت كوريا الشمالية عن أول مدمرة لها بوزن 5000 طن تحت اسم تشوي هيون في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الحربية البحرية. وخلال حفل الإطلاق في يونيو أمر زعيم الدولة كيم جونغ أون ببناء مدمرتين من فئة كانج كون أو أكبر سنويا بدءا من عام 2026. في الخبر الأخير، قدم طلاب نيجيريون مجموعة من الابتكارات خلال مسابقة الروبوتات التي أقيمت في لاغوس تحت عنوان معركة الروبوتات. وتحدث المسابقة المبتكرين الشباب لتطوير حلول القضايا المحلية الملحة في 5 قطاعات رئيسية، وهي التعليم والطاقة والأمن والزراعة والرعاية الصحية.
وتطور نيجيريا قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، وهذا العام بدأت الحكومة بتدريب 6000 معلم في المدارس الثانوية على مستوى البلاد لتدريس فصول الذكاء الاصطناعي. إلا أن تبني نيجيريا السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلق تحديات غير متوقعة تتجاوز التحديات التقنية، وتحول التركيز من عرض الابتكارات إلى معالجة مخاوف الآباء المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث يقلق العديد من الآباء النيجيريين بشأن المعلومات المضللة واعتماد أطفالهم المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ووفقا لتقرير صادر، يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المحمية الوطنية بإقليم شمال البحر الأحمر تسجل نموا ملحوظا في إثراء الأشجار والحياة البرية. اجتماعات تقييمية للمسيرة التعليمية في مديريتي مايمنة ومندفر. حملة الطلاب الصيفية تنجز بشكل ناجح في إقليم القاش بركة. قادة 5 دول يجتمعون في تشيلي لتجديد مفهوم تعدد الأقطاب. عشرات القتلى إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في بنغلاديش. كوريا الشمالية تعتزم بناء مدمرها الثالثة بحلول أكتوبر 2026. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.